مساء الخير على أحلى مشاهدين في الدنيا في أولى حلقات برنامجكم توب فيو. إحنا أول ما طلعنا من البرنامج اتسألنا كتير ليه برنامج سياحي؟ خلوني أجاوبكم. الحقيقة إن سياحة مصر اسم كبير وصناعة بتهم كل بيت مصري. بتسافر هتشوف أماكن جديدة، بتشتغل هنعرض لك قصص نجاح عمالقة القطاع، يمكن في يوم من الأيام تكون واحد منهم. طب بتستثمر هنحلل لك الأرقام والبيانات وهنطرح لك رؤى مختلفة، وهنعرض لك كمان أهم الملفات والقضايا. وقضية النهاردة الحج والعمرة. معانا تقرير هنروح له ونرجع لكم تاني. تهتم بيكم من الباب للباب، هي بترتب لكم حجوزاتكم وترتب نقلكم من باب المطار لباب الأوتيل. بتهتم بحجوزاتكم على مدار 24 ساعة. في حالة إلغاء الرحلة ما تعتلوش هم، احنا بنلاقي لكم حجز بديل. وبالنسبة للباكيجات في عندنا كتير وبأسعار متفاوتة. وبالنسبة للطيران في عندنا طيران تجاري اللي هو الجماعي، وفي عندنا طيران أفراد اللي هو الطيران الخاص، وكمان عندنا نقل هليكوبتر وسيارات من الاقتصادي للVIP. تقدروا تحجزوا أحلى الرحلات بأرخص الأسعار على متن أفخم البواخر الموجودة في العالم. أكتر من 4500 راكب وكتير من المطاعم في كل دول الاتحاد الأوروبي. ورجعنا لكم تاني مع أقوى ملف على الساحة، وهو ملف الحج والعمرة. موسم حج 2024 أسرار هنكشف حقيقتها ما بين نجاح وأزمات أرهقت الحجاج، وكمان هنتكلم على العمرة ومواعيدها، وهنطارد سمسرة وهم المشاعر اللي تعبت المصريين جدا، وهنعرض القيمة السعرية المدفوعة للحجاج. والسؤال هنا، هل القيمة دي عادلة ولا لأ؟ وسؤال شركات السياحة دائما، هل شركات السياحة ظالم ولا مظلوم؟ وعلشان نعرف الصورة الكاملة منورني ضيفي العزيز الأستاذ إيهاب عبد العال، عضو اللجنة الفنية للحج السياحي، ونقاش ساخن جدا. نورتني ونورت البرنامج كله. أهلا بحضرتك. ازاي حضرتك عامل ايه؟ أهلا بحضرتك. أهم حاجة أنا عايزة أسألها، عايزين ناخد الموضوع من الأول خالص، بداية الحج. لازم نعرف إنه قطاع شركات السياحة بينفذ الحج منذ منتصف الثمانينات حتى تاريخه، فلدينا من الخبرة التراكمية للإعداد لهذا الموسم بشكل دوري كل سنة. تمام. طبعا المتغيرات الاقتصادية وطريقة التنفيذ بتتغير، فهناك لجان وممثلي غرفة شركات السياحة بيقوموا بالتعامل مع هذا الأمر مع الجانب الحكومي اللي هي ممثلة في وزارة السياحة. السنة دي تحديدا أصدر الوزير المحترم السابق أحمد عيسى قرار بتشكيل اللجنة الفنية للحج منذ شهر 11 2023. شهر 11 2023. القرار اللي اتصدر معلش ايه يا فندم؟ قرار وزاري بتشكيل لجنة، تشكيل لجنة فنية تمام من خبراء القطاع، لأنه كان لا يزال لا يوجد كيانات رسمية، لأن احنا كنا لجان تسيير أعمال حتى شهر 5. دلوقتي بقى في كيان رسمي، خلاص بقى في كيان رسمي. تمت الانتخابات في شهر 5. اللجنة دي تم اختيارها على أساس أهل الخبرة التراكمية اللي بقى لهم سنين بيشتغلوا في هذا المجال، وابتدينا ندرس ما حدث الأعوام السابقة في الحج. لأن السعودية غيرت الفكر بتاعها بالنسبة لمنظومة الحج والعمرة بشكل عام. فبالتالي كل خدمة بقى ليها ثمن، كل شيء بقى ليه مقابل. وبقينا ما بنتعاملش مع مؤسسة أو وزارة حج، بنتعامل مع شركات تجارية بتقوم بتأدية هذه الخدمة، يعني شركات خاصة في السعودية. تمام. طبعا اختاروهم من أهل الخبرة اللي هم المطوفين. الشركات ده تم تكوينها من قبل اللي هم المطوفين اللي بيشتغلوا في هذا المجال بقى لهم برضه سنين طويلة. فابتدينا الأول وضع الأسس بالنسبة لنا
وخاطبنا الجانب السعودي اللي هي ممثله في وزاره الحج، اللي قلنا لهم ادونا تصاريح الشركات التي صرح لها باداء الخدمات. كويس فبعتوا جدا. لنا ال20 او اكثر من 20 شركه. تم الرسو على 3 احسنهم من كام 20 شركه احنا اخترنا خلاص 3 استقريتوا على على 3 شركات فقط انا من بقول لك 20 شوفي شركه. حضرتك عشان تشوفي الاجراءات ومدى الدقه فيها. وتم استدعاء هذه الشركات الى مصر ومناقشتهم قبل السعر في المواصفات والخدمات المؤداه للحجاج. ووصلنا في النهايه ان احنا اخترنا شركه لديها خبره في التعامل مع الحجاج العرب بشكل عام والمصريين بشكل خاص. اوكي. وخدنا منهم برضو احسن سعر، يعني قارناهم بالشركات الاخرى اللي هم بيتعاملوا في جنسيات مختلفه زي جنوب شرق اسيا، ماليزيا والفلبين والحتت الاخرى دي. واخدنا منهم احسن سعر اللي هم كانوا مقدمينه وطبقناه على الشركه. دي اللي هي القيمه السعريه المدفوعه للخدمات الحجاج. الخدمات الحجاج اللي هي هو ده بقى السؤال اللي كنا بنساله، يا ترى القيمه دي عادله ولا جداً مش عادله؟ جدا. وطبعا احنا قلنا ان احنا من 20 شركه بدانا ناخد 3، بعد كده استقرينا على شركه واحده. يعني معنى كده ان احنا مشينا بنظام غرف مغلقه للنقاش لحد ما وصلنا للشركه وصلنا دي. للشركه النهائيه وتعاقدنا معاها بالمواصفات دي، وكمان شرطنا عليها وجود شركه رقابيه للاداء من الجانب السعودي عشان لو في اي تقصير يكتبوا تقارير عن التقصير في اداء الخدمات. خدمات الحجاج مش في الفنادق، خدمات الحجاج تتمثل في منطقه المشاعر اللي هي منى وعرفات، ال4 ايام بتوع الحج اللي هم اهم 4 ايام بيبداوا من يوم 8 ذي الحجه بالليل وينتهوا يوم 12 او 13 ذي الحجه. هي الشركات دي اللي بتقوم اللي هي بتوفير المخيمات، الاكل، الشرب، كل المواصفات اللي بيحتاجها الحج لاداء فريضه الحج. والمناقشات كانت الاجتماعات بتستمر لاكثر من 9 ساعات سواء في الجانب اللجان عندنا او في الجانب الاخر. طبعا المنظومه بالنسبه لنا جديده، لكن احنا تعاملنا معاها برضو بشكل تجاري وبشكل جيد جدا. طب معلش انا اسفه هقطعك بس سنه بسيطه. احنا قلنا ان في شركه رقابيه بتراقب على الشركه اللي هي كأداء. اصلا كاداء. يعني لو جاب اكل مش كويس على طول بنتصل بيهم بشكل مباشر في غرفه عمليات 24 ساعه. طيب هل بقى لو في شكاوي في الحجاج هل بيوصلوا الشكوى ديت في ساعتها وبيبداوا يحلوها في لحظتها؟ يا ترى كان في حد ان انا اقدر اقول له انا عندي الشكوى ديت فتقدر تتحل بما ان في جهه رقابيه على الاداء؟ هقول لحضرتك التسلسل في الشكوى بيتم ازاي. تمام. لو احنا في ارض منطقه المشاعر زي ما بتقول، زي ما حضرتك ذكرتي، يعني قريبه لسعادتك، فاول حاجه عندها هي طالعه مع شركه بالظبط، فبتبلغ مندوب الشركه انه في مشكله، بيلجا الى رئيس مجموعه الخدمه اللي هو موجود، اللي هو المطوف اللي كنا بنقول عليه زمان مطوف، بقى اسمه رئيس مجموعه الخدمه، بقى اسمه رئيس مجموعه الخدمه اللي هو اصلا المطوف اللي احنا عارفينه باسم المطوف. بالظبط. تمام. يقول له انا عندي مشكله في تكييف، عندي مشكله في حمام، عندي مشكله في اي حاجه. فبيبتدي هو يتعامل معاها. ان ما حلهاش، احنا كغرفه ووزاره ولجنه فنيه عندنا غرفه عمليات 24 ساعه. لما الشكوى بتتضخم بيتم التعامل معها بشكل مباشر بقى مع الجهه العليا بقى اللي هي وزاره الحج، يعني بنتخذ اجراء فورا سريع وفوري. طيب. النقطه انه السعوديه عندها كان اجراء قامت بيه الحجاج المصريين مش متعودين عليه، وهو ان المساحه هي دي كانت المشكله اللي هي مزمنه السنه دي. المساحه اللي تم منحها لكل حج متر مربع داخل المخيمات، فبالتالي الكثافه العدديه داخل الخيمه كانت كبيره جدا. فابتدت الحجاج بتشتكي طبعا من ضيق المساحه، لانه الخيمه اللي كانت بتاخد 14 او 15 وصلت ل 17. فالخيمه دي 4 متر في 4 متر يعني 16 متر، فبتصل الى 16 حج وساعات بتصل الى 17. فطبعا هي دي كانت الشكوى الاساسيه، بس احنا قمنا بتوعيه الشركات المنفذه انه هيبقى في مشكله مش في عرفه، في منى. تمام. في المساحه للارض. يعني احنا اصلا نبهنا من قبلها، نبهنا للشركات ونبهنا
على الحجيج نفسهم او الحجاج ان منى مش هتبقى الخدمات فيها كمساحه كويسه او مريحه. يعني اللي متطبق علينا متطبق على كل على الدول. الجنسيات الاخرى، واحنا تعاملنا مع هذا الموقف ان احنا بقينا نخلي الناس 20 او 30% منهم يروحوا كل يوم يبيتوا في فنادقهم في مكه، ونجيبهم باتوبيسات تاني يوم عشان نخفف الضغط داخل الضغط والحمل. لما تمت الازمه، حضرتك لو شفتي الهيكله بتاعه اللجنه اللي تشكلت من السيد رئيس الوزراء بتعليمات من السيد الرئيس، طبعا كان متواجد فيها وزير الاوقاف السابق، متواجد فيها وزير الخارجيه، متواجد فيها وزير الحكم المحلي، وهقول لحضرتك اسباب تواجد هؤلاء الوزراء، وطبعا وزير السياحه ووزير الداخليه المصريه لما حصلت الكارثه بتاعه وفاه الناس. الحجاج. الكارثه ابتدت ازاي؟ انه تم اتهام شركات السياحه اعلاميا ان هم اللي نظموا هذه الرحلات لهؤلاء الناس. تمام. الموضوع ببساطه، احنا الرحلات عندنا لها سعر. يعني البري ليه سعر وليه مستويين، والاقتصادي ليه سعر لمستويين، تمام، والخمس نجوم ليه سعر لمستويين. والاسعار دي منطقيه جدا، الناس شايفاها غاليه لسبب واحد، العمله حضرتك بعد التعويم تم بقت عاليه، فبالتالي الحاجه السنه اللي فاتت اللي كانت ب 140 او 150 الف، الشركات على فكره تم ظلمها ظلم بائن في التسعير، لانه السعر لو انا ضربت العمله قبل التعويم وبعد التعويم كان سيكون الزياده السعريه اكتر من 100%. لكن تم التواصل انه مش شرط ان ابقى السنه دي مش عايزين نعلي على الناس او مكسب ونعدي الموضوع السنه دي. تمام. عشان شكلنا امام الحجاج، حتى القرعه كان سعرها السنه دي ازيد من السنه اللي فاتت 60%. يا نهار ابيض، 60%. ليه؟ لانه العمله ارتفعت بالظبط، فده ادى لزياده الاسعار من المنافذ الرسميه، فكانت شركات السياحه بتلجا الى السوق الموازي، السوق الموازي علشان فبالتالي عليها تكلفه اضافيه، في تكلفه اضافيه فبتعلي التكلفه عليها اكتر. فاحنا ضغطنا كلجنه بصراحه، والشركات استجابت معانا انه احنا السنه دي هنعتبر انه موسم يعني مش شرط مكسب فيه، المهم انه يعدي على خير والناس تأدي الفريضه بشكل جيد. حدثت الازمه ملخصها بمنتهى البساطه بدون دخول في تفاصيل، انه هناك برامج تم الاعلان عنها من قبل الوسطاء اللي بنطلق عليهم لقب السماسره، تمام، وبعض منظمي الرحلات الغير قانونيين بسعر اقل من سعر الحج الطبيعي يصل الى 100,000 جنيه اللي هو اقل مستوى البري، وبالطياره كمان. ازاي؟ سعر الطيران محدد ومعروف. بيعملوه بمنتهى البساطه انه بياخد الحج ده مش من بقى في موسم الحج، بياخده من نهايه شهر رمضان او في شهر شوال لحد موسم الحج، وبيقعدوا في اماكن غير ادميه، ويمكن نزلت على السوشيال ميديا، يستنى لغايه الحج ويبتدي يهربوا بقى وسائل نقل الى منطقه منى وعرفات بهذه الطريقه. طيب معلش انا اسفه للنقطه دي بالذات، يعني معنى كده ان المعتمرين البسطاء بيقعوا في فخ السماسره علشان تخفيض الاسعار؟ بالظبط يا فندم. يعني هو السعر المخفض هو اللي بيخليهم هم بيجذبوا ليهم، ما بيبصش للخدمه ولا بيبص للحقوق. بالظبط، يعني هو كده ملوش حق على فكره، هو كده ما بيبقاش اي لو ده نظامي مش نظامي، يعني لو راح فهو كده بيفقد حقه، وفي نفس الوقت هو التاني بيستغل السعر القليل. بالظبط. بص يا فندم، احنا عندنا البعثه كان قوامها السنه دي 50,750 مقسمه 25,200 سياحه، في حدود 12,000 داخليه، 8,000 تضامن اللي هي الجمعيات الاهليه، و4,000 هيئات. دول اللي عندنا بياناتهم، يعني لو واحد تاه وجا البعثه هناخده نوديه لغايه مكان سكنه، لو واحد تعب هنعرف نعمل معاه ايه، هنتابعه من اول الرحله لحد ما يوصل لنا بامان. ما عنديش بيان عليه، ما عندناش اي معلومه عنه. طيب. خلينا نكون اكثر واقعيه وصراحه. هل لم تخطئ بعض شركات السياحه؟ السؤال لحضرتك بقى. اخطأت. ليه؟ منح الباركود او اللي هو في تأشيرات اللي هي طلعت اكتر من 16 نوع تأشيرة في السعودية، وهي لها سيادتها السعودية، حرة تعمل اللي هي عايزاه. تمام.
زياره شخصيه، زيارة تجاريه، B2C. كل اللي حضرتك بتقوليه ده. تمام. فبيحتاج باركود. بعض ضعاف النفوس من شركات السياحه قامت باصدار باركود لهؤلاء الناس عشان يعدوا من المطارات، لان احنا مانعين الزياره. يعني لازم يبقى هم معاه بعتوا باركود. لهم الزياره، والشركات بعض الشركات علشان الا من رحم هقول- ربنا بعض لا، هقول الشركات هم لحضرتك اللي الرقم. طلعوا الباركود. احنا 2300 شركه مم. اللي تم صدور قرار بغلقهم حتى تاريخه 15 شركه، وجاري التحقيق مع 12 شركه اخرى. هيشوفوا اذا كانوا هيغلقوا او الغاء ترخيص نهائي. الغاء ترخيص علشان هو تبين ان اداله هم خالفوا باركود. عن واداهم اداله الباركود. بس أوكي. هو اداله باركود، لكن التنظيم نفسه بالكامل من خلال السمسار. فاحنا برضو عاقبنا شركاتنا، تمام. لانه انا ما عنديش في اي منظومه اقتصاديه. لو في قطاع الصناعه كل المصانع بتطلع انتاج 100%، لا طبعا بيبقى 95 96 وفي 4% مخالفين. احنا نسبه المخالفه عندنا ما جابتش حتى 1% او نص في المية. ودول على فكره مخطئين في حته الباركود، لكن التنظيم كله هو ما يعرفش اصلا الشخص. هو اداله باركود للوسيط. فبالتالي علشان كده هو تعاقب واتلغى لانه الترخيص احنا بتاعه. انظرنا من شهر 4 كلجنه فنيه انه الشركه وقف الباركود، واي شركه ستمنح باركود بدون متابعه عوده المعتمر وليس الحاج، لانه في نظري معتمر لان هو ما بيبقاش معاه حج، تأشيرة حج. لكن هو فبالتالي باركود، فبالتالي بالنسبة للقطاع او بالنسبة للمسؤولين فانت عمره. انت عمره في نظري عمره. تمام. التأشيرة اللي بتمنح زيارة بتبقى صلاحية الإقامة فيها 3 أشهر. كان في مشكلة للمدى المملكة العربية السعودية إنه ما يقدرش يطلعه بره السعودية، لأنه صالح إقامته 90 يوم، فكان ياخده يطلعوا بره منطقة مكة ويرجع تاني يهربوا الناس دي يدخلوهم تاني. طب ما فيش قرار أصدرتها يعني اتنسقتوا مع الجانب السعودي بإني مثلا وقف التأشيرات بتاعة العمرة في وقت الحج نفسه؟ حضرتك اللي بتقوليه ده الحل. احنا ابتدينا نشوف هذه الظاهرة من 3 سنين. سؤال ذكي جدا. بتكبر كل شوية بتزيد، فاستشعرنا الخطر لما سمعنا الرقم اللي تم إصداره من تأشيرات، لأنها بعيد عننا على فكرة. تمام. السعودية عاملة مكاتب تمثيل هنا اسمها تساهيل، اللي هم بياخدوا منها التأشيرة. وعلى فكرة التأشيرة دي مكتوب عليها تحت، عشان كده السعودية ما عندهاش مشكلة. لا يصرح له بالحج، وبيكتب تعهد انه انا مش هحج. كده هو اصلا حجه يعني هو عارف باطل. ان انت حجك باطل. باطل شرعا ودينا كمان، لان هو بيتحايل. في حد يؤدي فريضة دينية بالتحايل؟ لا طبعا. مش لا طبعا. والحج لمن استطاع اليه سبيلا، مالا وصحه وحاجات كتير. فاللي حصل انه الازمه السنه دي تفاقمت لولا وجود سياده الرئيس تدخل مع القياده السعوديه السياسيه السعوديه، وسمحوا الساعه 3 فجرا يوم 8 بالليل، او يعني يعتبر فجر يوم 9. بس السعوديه قالت الناس دي مالهاش خدمات، لانه هو مش جاهز لهم. طبعا، لان هو بيبقى عنده اعداد عارفها ومجهز لها، وبيبقوا بالظبط. حضرتك فاهمه بوسيله نقل. فهل تتخيلي انه حج يمشي 23 كيلو من مكه الى عرفه، وبعدين يعود من عرفه في درجه حراره وصلت حاجه و50؟ طبعا ما فيش اللي طلع في الجرايد 70 وكلام، ما فيش حاجه اسمها 70 دي، هي كانت حاجه و50. ويرجع من عرفه الى المزدلفه الى منى تاني، اللي هي الدوره اللي بيقوم بيها في مده 24 ساعه، اللي هي وقفه عرفات، اللي هم من 8 بالليل لغايه 9 بالليل. لازم يبقى في مأساة، لازم يبقى في كارثه. وكان خلينا اكثر صراحه انه اغلب المخالفين كانوا من الجنسيه المصريه. في الجنسيه الباكستانيه تلينا، الجنسيات الاخرى كانت اعداد مش كبيره. يعني ده يبقى السبب الرئيسي عن قصص، يعني القصص الحزينه اللي وجعت قلوبنا اللي سمعناها عن الموسم دي، اسباب كلها هي اللي وصلتنا للمأساة والقصص الحزينه اللي احنا سمعناها ديت. طب هل الموسم ده كان خارج التوقعات؟ بداية 100%. عشان كده السيد الوزير
استشعر هذا الامر من بدايه الموسم واصدر قرار بتشكيل اللجنه الفنيه، لان الخبراء دول لديهم خبره تراكميه في التعامل مع الازمات لمده 30 سنه سابقه. الروشته بقى اللي حضرتك اديتها لنا دلوقتي او اللي انا لسه ما استنتجتها. قلتش روشته. لا انا لا، ده الروشته الاولى للسمسار، ان احنا عايزين، يعني انا عايزاك حضرتك تدي روشته كده للمواطن ان السمسار انت هو عباره ما الا ان هو شخص بياخد الباسبور بتاعك بيوديه لشركه، بيوديه لشركه سياحه، فهو ما بيعملش حاجه، يعني هو في الاول في الاخر هو ما بيعملش حاجه، فانت روح شركه السياحه وخد ضماناتك. مش هو ده اللي حضرتك لسه قايله دلوقتي ان السمسار؟ انا محتاجه روشته بقى، طب انا بص يا محتاجه فندم، روشته خلينا على ارض للمشاهد. الواقع ولا نتكلم كلام اكاديمي غير لا قابل انا عايزه ارض للتنفيذ؟ الواقع، انا طب عايزه بص ارض يا الواقع ستي. اللي يلمس الناس. بص يا ست الكل، كلمه سمسار دي بره وعندنا اسمها بالانجليزيه بروكر، وبيبقى مرخص تمام، وسيط. ده هو طبيعي في انا كل قلت دول لك العالم. وسيط، ما قلتلكيش سمسار. حتى البورصه بتاعت وول ستريت اسمه بروكر، سمسار بيبيع ويشتري. السنين السابقه كان تحت سيطرتنا كشركات، يتعامل معايا، انا ما عنديش مشكله انه يتعامل معايا، بس من خلال المنظومه الرسميه. هو لما طلعت انواع هذه التاشيرات خرج من تحت عباءه المنظومه، ما بقاش في ضغط عليه من قبل شركات السياحه، فبالتالي ادى للكوارث. فبالتالي المرحله الاولى ان احنا لازم نحط ضوابط لنفسينا. كان الاقتراح اولا، الناس فاهمه ان وزاره السياحه ووزاره الحج هم المعنيين في التاشيرات. لا، حلو، نفهمهم. المعنيين بقى وزاره الخارجيه المصريه ووزاره الخارجيه السعوديه. فاحنا مطلوب مننا من وزاره الخارجيه بتاعتنا، وبالفعل سيتم مخاطبتها بوقف هذه الانواع من انواع التاشيرات الزياره، مثلا من بدايه من شهر رجب، عشان لا يتم استغلالها سواء في رمضان او في الحج. ومن حقنا كدوله، السعوديه من حقها انها تمنح كل انواع التاشيرات، هي عايزه تحقق ارقام. ومن حقنا ويمكن كدوله شفتي نحافظ حضرتك على في الاعلانات بتاعت القنوات الفضائيه بتاعتهم، العمره 12 شهر في السنه. هم احرار، ده طبيعي، واحنا كمان احرار ان احنا من حقنا ان احنا نقول احنا العمره بتاعتنا شكلها كذا، ودولتنا عايزه كذا. فبالتالي هناك استجابه من الدوله انها هتقوم بهذا الامر من خلال الخارجيه، اللي هي الجهه المنوطه والممثله للدوله المصريه امام الخارجيه السعوديه. وزاره السياحه ووزاره الحج اللي تحتيهم شركات سياحه وتحتيهم شركات طوافه وخدمات، دول التشغيل الاوبريشن، ما لهمش دعوه بالتاشيره. في عجاله جدا لان برنامجنا قرب يخلص، وانا نفسي حلقات وحلقات عشان استفاد من خبره حضرتك. ازاي نوعي المواطن ونحميه؟ رقم 1، التوعيه تبتدي بشكل بسيط. المواطن بيروح يصلي في المسجد يوم الجمعه، يبقى قبل موسم الحج بفتره تكون خطب موجهه وواضحه ازاي تتعامل مع الحج لو عايز تطلع رحله عمره او حج، وهي من خلال الشركات المرخص ليها. وده بمنتهى البساطه يتم الوصول اليه من خلال الويب سايت، او الناس كلها بقت بالتليفونات بتتعامل على السوشيال ميديا، يفتح هيعرف من خلال الويب سايت بتاع غرفه شركات السياحه من الشركات المرخص لها بالتعامل. 2، رقم 2، انه يجب على ده انا بكلمك من وزاره الاوقاف. احنا قمنا فعلا بحمله قويه جدا وشرسه من شهر 3 لشهر 5. كنا بنشوف الاعلانات اللي بتنزل على السوشيال ميديا بنبلغ بيها الادارات المختصه في الداخليه، فبنطلب من وزاره الداخليه الاهتمام ببلاغاتنا عن الاشخاص الغير مرخصين. وبينزلوا على فكره مش بس حج وعمره، رحلات حتى سياحه، رحلات اخرى. بشكرك جدا، وكده الصورة وضحت وخدنا معلومات دقيقة وبمنتهى الأمانة والشفافية. بشكرك جدا ضيفي العزيز أستاذ إيهاب عبد العال، عضو اللجنة الفنية للحج السياحي. نورتني، وأكيد لنا حلقات جاية كتير إن شاء الله. ميرسي جدا ليك، شكرا. وبنفكركم دايما إن السياحة حياة. مستنياكم كل يوم 3 الساعة 12:30 وملف سياحي آخر. إلى اللقاء.